ايوه زي ما قريت العنوان كده، ابن الوز مش عوام. مصطفى شوبير ملوش علاقة باحمد شوبير في اي حاجة في الدنيا غير ان هو ابوه. مصطفى شوبير ما بيلعبش عشان ابوه احمد شوبير، ودي حاجة نادرا ما بتحصل اصلا. مش هقول في النادي الاهلي، في كل الاندية المصرية نادر جدا ان يبقى لعيب ابن لعيب وبيلعب عشان هو موهوب، او بيلعب عشان هو مجتهد، او بيلعب عشان هو عنده حاجة يقولها او حاجة يقدمها. فمصطفى شوبير غير احمد شوبير، وهقول لكم ازاي. بس خلينا الاول يعني ايه افكركم كده. احنا المرة دي في الحلقة دي هنتكلم عن ماتش الاهلي وفاركو. طبعا هنحكي في تفاصيل الماتش سريعا، بس الفيديو اتأجل، ومن حسن الحظ ان هو اتأجل. ليه بقى؟ عشان اقدر اشوف رد الفعل وتصفية الحسابات اللي حصلت مع احمد شوبير في مصطفى. يعني كل الناس اللي كانت عايزة تصفي حساباتها مع احمد شوبير خدت اللقطة بتاعت الجون وقعدت تشيرها وتنزلها وتتريق وتعمل قصص كتير، ونسينا بسرعة قوي ان مصطفى شوبير ده شالنا في موسم خدنا دوري، وخدنا دوري ابطال افريقيا ب9 مباريات بدون مش بدون هزيمة، بدون دخول هدف فيك يا مؤمن، بسبب مصطفى شوبير. والطبيعي من غير الواسطة ومن غير احمد شوبير ان مصطفى شوبير كان المفروض بعد الماتش ده خلاص هو الحارس الاساسي بتاع النادي الاهلي بلا منازع وبلا تفكير وبلا اختيار. لكن رغم ان هو مع واسطة، ورغم ان مستواه في الفترة دي كان قد الشناوي 10-15 مرة، رغم عن كده الراجل قعد دكة. الراجل اقل فئة في النادي الاهلي، بياخد اقل من كل اللعيبة اللي موجودين. هو بيتكلمش، اقعد حاضر، قوم حاضر، اقف حاضر، هنذنبك النهارده حاضر، هتطلع بره القايمه حاضر. بجد حمله غير منطقيه. المهم هنتكلم عن الماتش بس مش دلوقتي. خلينا الاول نتكلم عن مصطفى شوبير. نرجع بالايام كده لسنه 2001 2002 وبدايه واعتزال احمد شوبير الكبير وظهور عصام الحضري على الساحه كحارس مرمى النادي الاهلي. بعد شوبير ما اعتزل والحضري اتألق له موسم او 2، طلع يعني الناس القديمه والناس اللي متابعه الاهلي من الزمان هتبقى عارفه عصام الحضري فجأة قرر ان هو يلبس شورت، على عكس ما كان يحدث في هذه الفترة. كانت اللعيبة الاجوان عادي بيلبس بنطلون وبيلبس كمان تيشيرت بكم. لا، عصام الحضري قرر ان هو يلبس تيشيرت نص كم وشورت، تقليدا لحراس المرمى بتوع اوروبا اللي كانت التقليعة دي او العادة دي بدأت تظهر. وبقى بيهتم بشعره جدا، لدرجة ان يعني مش فاكر كانت مجلة الاهلي او جريدة ايه اللي قالت ان هو بيجيب جل مخصوص من اوروبا يحطه على شعره عشان مظهره. وبقى مش خرم، بقى عندنا اسوأ حارس مرمى في افريقيا. كان وقتها في الاحتياطي بتاعه كان في امير عبد الحميد وكان مستواه مش قد كده، وبعديها جه حارس فلسطيني برضو في فترة مش بس هو كان امير عبد الحميد يعني هو اللي ايه في الفترة دي الاحتياطي بتاعه، وكان برضو امير عبد الحميد دون المستوى. الحضري فضل على كده من 2002 لغاية 2005. في 2005 الاهلي جاب نادر السيد. نادر السيد كان الحارس الاساسي لمنتخب مصر، وكان حارس نادي الزمالك، طلع تقريبا في نادي في سويسرا او حاجة كده ورجع منه على الايه على النادي الاهلي، ولعب كام ماتش مع الاهلي. الحضري بدأ يرجع لمستواه، بدأ يلبس بنطلون تاني عادي جدا، بس فضل محافظ على تقليعة التيشيرت اللي ايه بنص كم. فالحضري اللي هو المفروض اسطورة ومن اعظم حراس المرمى اللي جم في تاريخ مصر وفي تاريخ افريقيا ان لم يكن الاعظم، كان ليه فترات كتير كان فيها دون المستوى. الوقت التاني بعد كده جه الحضري هرب ووقف امير عبد الحميد، وبعد كده جه حارس المرمى الفلسطيني، وحصل شوية تقلبات. تمام، وربنا ابتلانا بشريف اكرامي. شريف اكرامي اللي عشان مفيش حسابات مع ابوه فمفيش تصفية من لجان معينة مع ابوه. كنا لما مثلا كان عندنا احنا في 2015 صفحة 2015 صفحة اسمها اهلاوية. الصفحة دي مثلا كنا كل ما ننزل او ننزل فيها حاجة تريقة
على شريف وان كفايه وان ما ينفعش وان احنا محتاجين نشوف حارس مرمى ومحتاجين ومحتاجين ومحتاجين، كانت الناس بتزعل، يقول لك انت كده بتهد في الفرقه، استنى عليه، معلش مش غلطه. لما نخلص البطوله وخسرنا بطولتين افريقيا ورا بعض، لدرجه ان مدرب الفريق وقتها مارتن يول قال انا عندي حارس مرمى لو اتشاط عليه تلاجة هتخش فيه، وكنا صابرين وكنا عادي وما كناش بنتكلم. جه بعد كده ظهر الشناوي، كان الشناوي بيلعب يعني الشناوي طبعا من ابناء النادي الاهلي، وطلع اعاره الفرقه ورجع واتصعد وبقى هو ايه بيلعب على شريف اكرامي، والراجل من ساعه ما لعبش حد مكانه، وبقى كابتن الفرقه بقى، والقصه الحزينه اللي احنا غرقانين فيها من 2018. طيب هل الشناوي ليه حاجه كويسه تخليه يلعب؟ ليه ماتشات كتير كويسه ولعب فترات كبيره جدا 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 بشكل كويس وكان مستواه ثابت ومرضي. هل ليه اخطاء؟ ليه اخطاء بالجمله، واولها ان هو ما بيعرفش يلعب برجله. اي كره بترجعها للشناوي احتماليه ان هي تخش فيه الجون 50%. وخسرنا دوري بعد ما خدنا دوري ابطال افريقيا تقريبا في 2021 بتاع كايزر تشيفز، وبتلعب بيراميدز وغالب بيراميدز 1-0. فقفشه بيه بيرجع الكره للشناوي، الشناوي ما بيعرفش يستلمها تخش جون، ضيع 3 نقط بيخسروك الدوري. وهكذا الدوري اللي بعده خسرت 2 دوري بسبب اخطاء الشناوي. فعصام الحضري عنده اخطاء، وشوبير كان عنده اخطاء، واكرام الكبير كان عنده اخطاء، واكرام الصغير هو عباره عن غلطه اصلا ان هو يلعب حارس مرمى. ده المفروض ان هو يبقى فيلسوف او مدرس علم نفس او دكتور في كليه اداب قسم علم نفس مثلا جامعه السنبلاوين، اي حاجه غير ان هو يبقى حارس مرمى. كل من هو حارس مرمى عنده اخطاء، طبيعي احنا بشر وبنغلط. الماتش اللي فات شوبير دخل فيه جونين، الجونين ما كانوش غلطته، والماتش ده دخل فيه جون. وده الطبيعي اللي بيحصل لما يبقى عندك لاعب موهوب وتفضل حاطه في التلاجة سنة ما بتشممهالوش، سنة ما بتشممهالوش بالظلم. هو يستاهل انه يلعب، وهو عنده اللي يديه للنادي الاهلي، وعنده كورة مختلفة، وعنده كورة حلوة، وانا سايب كل ده مش بعمله، وفي الاخر بلعب ناس عليه مستواها الفني اقل منه. فطبيعي ان يحصل اخطاء، طبيعي في ماتش ما بيجيليش فيه كور كتير ان انا لما تجيلي كرة اتوتر لان انا ما دخلتش في اجواء المباراة. فيا جماعة يا ريت يا ريت يا ريت اللي عنده حسابات مع احمد شوبير يصفيها مع احمد شوبير، ما يصفيهاش مع مصطفى ابن احمد شوبير وكل حاجة، لكن الولد موهوب، الولد مؤدب، الولد مش بتاع مشاكل، الولد مش بتاع حوارات، الولد في اوضة اللبس محترم. عندي علم ان هو اقل فئة في النادي الاهلي، فحرام ان احنا نذبح الموهبة اللي عندنا. احنا محتاجين ان هو ياخد مباريات اكتر، واتمنى ان ماتش الاهلي بتاع الاسبوع الجاي ولا الاسبوع ده ما نلاقيش مصطفى شوبير مركون على الدكة. مصطفى شوبير محتاج يلعب، مصطفى شوبير محتاج ياخد الثقة، مصطفى شوبير هو مستقبل الاهلي. الشناوي عنده 37 سنة، خلاص سنة سنتين وهيبطل، وهو مش الموهبة الخارقة. الشناوي اي كرة في منطقة الجزاء بتخش فيه جون يا جماعة. الشناوي حارس مرمى متردد، الشناوي ما بيعرفش غير ان هو يصد الشوط اللي من بره، والموسم اللي فات ابهرنا وما بقاش عارف يصدها برضه. فما ينفعش ان انا اعتمد على الشناوي بشكل كامل. شوبير محتاج ياخد فرصة. المفروض ان انا ابقى بلعب شوبير 4 ماتشات مثلا وادي الشناوي ماتش، ده الطبيعي. وحرام عليكم، مصطفى شوبير ملوش علاقة بابوه، ما تحاسبوهوش بابوه، ما تضيعوش موهبة مصرية للنادي الاهلي ولمنتخب مصر عشان عندكم حسابات مع ابوه. ده اخر حاجة عايز اقولها. كل حراس المرمى بتغلط، نستحمل زي ما استحملنا كتير واحنا بنشجع النادي الاهلي. استحملنا حراس مرمى ما كانوش حراس مرمى، استحملنا لعيبه ما كانوش لعيبه. فمش هنيجي على اللعيب اللي فعلا موهوب وفعلا قادر ان هو يملى المركز ده في حراسه مرمى النادي الاهلي ونقطع فيه وندبح فيه كده.
فارجوكم نقطه ومن اول السطر، مصطفى شوبير جايب لنا دوري وجايب لنا دوري ابطال افريقيا، وما جبناش حارس بديل ليه قوي وشال الاهلي فوق كتافه، فلازم دي نبقى حاطينها في عقلنا شويه. طيب ده كان كلامي عن مصطفى شوبير. الماتش بقى، الماتش بكل بساطه رغم ان انا مش مقتنع بريبيرو تماما، والماتش ده خلاني مش مقتنع بيه اكتر لان انا مش شايف جمل، مش شايف حاجه بتتعمل، انا شايف اللعيبه بس هي اللي فايقه وعندها حاجه تقولها. لكن غير كده هو كل الحاجه الصح الوحيده اللي عملها هو ان هو حط تشكيل صح، تشكيل المنطقي. وطبعا بعتذر، المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات كنت عمال اقول اسلام عيسى اسلام عيسى اسلام عيسى، وانا كان قصدي عليه او اللاعب اللي كان قصدي عليه هو ياسين مرعي، اللي يوميها اكتشفت بعد كده ان هو خد رجل المباراه في الماتش اللي فات، يعني مش عارف ليه بس تمام يعني. فحطيت تشكيل مناسب، لعبت بخط وسط طبيعي، لعبت بديانج، لعبت بزيزو، ولعبت بمحمد علي بن رمضان، لعبت قدام بن شرقي وتريزيجيه ومحمد شريف مهاجم، في خط هجوم متكامل، خط وسط متكامل، لعبت جناح يمين محمد هاني، لعبت جناح شمال بكريم فؤاد، ادى كويس لان هو بيرفع كويس برجله الشمال. طبعا مش احسن حاجه لان احنا مع كولر كريم فؤاد كان بيتوظف جناح يمين، وكريم فؤاد قعد فتره كبيره بيعاني من اصابه صليبي في صليبي، ما كانش احسن حاجه بس كان سادد الخانه بتاعته الى حد ما. وكنت بتلعب ورا باشرف داري وياسين مرعي، وفي حراسه المرمى شوبير. تشكيله تكسب، تشكيله تكسب ماتش. بلعب بمفاتيح اللعب الاساسيه بتاعتي. بعد كده طلع محمد شريف، نزل جراديشار جاب جون باسيست عالمي من محمد هاني. زيزو تألق وجاب جونين، منهم جون باسيست من بن شرقي. فعندي مفاتيح لعب بركنها ليه؟ يعني انا دافع فلوسهم ليه وبركنهم ليه؟ الاهلي محتاج مدرب، الاهلي محتاج مدرب عنده فكر ويوجه اللعيبه ويقول للعيبه تلعب ازاي وتمسك الكوره ازاي وازاي تفتح دفاعات المنافس وازاي تشوط من بره. الشوط يا جماعه، الشوط، ابوس ايديكم نتدرب على الشوط. يعني انا من كتر ما انا متضايق من حته شوط ضربات الجزاء ومن الفاولات ومن الشوط من بره منطقه الجزاء، انا حلمت ان الاهلي يلعب نهائي كاس العالم للانديه وخسروا بضربات الجزاء. يعني في اكتر من كده؟ يعني تخيلوا كده بني ادم يحلم ان هو الاهلي بيلعب نهائي كاس العالم للانديه وبيخسروا بضربات الجزاء، وخسرناه بنتيجه 3-1. يعني الخمس ضربات جزاء اللي اتلعبوا 3-1، مش قادر انساها. يعني مش قادر، الحلم ده مش قادر يطلع من دماغي. والمشكله ان هو بعد كاس العالم. ليه الاهلي ما بقاش عنده لعيبه بتعرف تشوط ضربات جزاء؟ هل هم ما بيتدربوش ولا هل المشكله في المدرب؟ اصل احنا بقالنا حوالي 5 سنين، فاكيد في حاجه غلط. اتمنى ان حد يكون ليه او عنده رد عن الاستفسار ده ويجاوبني عليه. وكل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. عندنا السنه دي عندنا بطوله الكاس، عندنا كاس الرابطه، عندنا الدوري، وعندنا دوري ابطال افريقيا، وعندنا طبعا السوبر المصري بما اننا خدنا الدوري. فانت عندك 5 بطولات، في 5 بطولات الفترة الجاية. نتمنى ان احنا نركز، نتمنى مجلس الادارة يقعد مع اللعيبة ويشدهم شوية، ويقعد مع المدرب ويقول له انت مشاكلك ايه مع اللعيبة اللي كده كده كويسين وما بتلعبهمش. يعني انت شفت لما ديانج لعب الكرة ما كانتش فعلا بتروح عند اكرامي، غير ان عند مصطفى شوبير، غير ان احنا بنرجع له الكوره بس بنبصي له الكوره. هو الولد عنده الفوت وورك كويس وبيعرف يلعب الكوره لقدام، وعشان كده لما اتعمل هجمه اتلخبط فيها ودخلت جون، او يعني طلعها من الكورنر اداله، فهو طلعها من الكورنر جامد شويه. فعشان دي هو طول الماتش ما اشتغلش، فمفيش احساس بالماتش. فنركز في اللي جاي ويا رب كل التوفيق. وما تنسوش طبعا الصلاة على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، والدعاء لإخواتنا في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان
وفي كل البلاد العربية المتضررة، اللهم امين. اشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله، وقناة مفاتيح اللعب بعد ماتش الاهلي الجاي. السلام عليكم.